سيد أعلام، جهاز أمن الدولة المصري في النظام المصري السابق كان مجرد ذكر اسمه كفيل ببث الرعب في قلوب الناس. حكايات وحكايات تروى عن التعذيب الذي كان يتعرض له المعتقلون في بين جدران أجهزة أو مباني هذا الجهاز طيلة السنوات الماضية، وأيضا أثناء ثورة 25 من يناير. لماذا برأيك يعتبر غالبية المصريين أن القمع والتعذيب كانا منهجا أساسيا للأجهزة الأمنية؟ هو بكل أسف أن جهاز مباحث أمن الدولة السابق الذي تم حله وحل مكانه جهاز الأمن الوطني كان قد انحرف عن المسار الطبيعي له وتجاوز كثير من الحدود، ارتكبت فيه كثير من الأخطاء وكانت له تدخلات في بعض الأمور التي ليست من اختصاصه. لكل هذه الأسباب كان الناس بيشعروا بعدم الأمان وبعدم الطمأنينة لممارسات جهاز مباحث أمن الدولة. إنما يجب أن نذكره أنه بالرغم من وجود هذه التجاوزات لا يمكن أن ننكر أن هذا الجهاز قام بدور في تحقيق الأمن خاصة في مواجهة الإرهاب، فيجب أن نذكر هذا وذاك. الآن تم تصحيح المسار، يجرى إعداد قانون لجهاز الأمن الوطني الذي حل محل جهاز أمن الدولة، وستكون من بين ثنايا هذا القانون وسيلة لمتابعة ومراقبة أداء جهاز الأمن الوطني الذي تم استحداثه. طب سيادة اللواء فؤاد علام، يعني أنت تتحدث عن التجاوزات التي كانت ترتكب من قبل ضباط وعناصر هذا الجهاز المنحل، يعني أنت كنت من قيادات هذا الجهاز، لماذا لم ترفع هذا الرأي إلى قيادات البلد آنذاك؟ أنا تركت جهاز مباحث أمن الدولة سنة 85 ولم ينسب لهذا الجهاز مثل هذه التجاوزات في فترة وجودي بالجهاز أو الفترة السابقة عليه. إنما غالبية التجاوزات المنسوبة للجهاز جاءت خصوصا في بعد 2000 عندما انحرف الجهاز باتجاه دعم الحزب الوطني، وأن كان يعمل بتعليمات من بعض قيادات الحزب الوطني، وبالتالي لم أسأل وليست لي علاقة بهذه التجاوزات التي لم تكن موجودة وقت وجودي في الخدمة بهذا الجهاز. طيب، لدي ضيفنا الأستاذ جورج إسحاق يريد أن يعقب على هذه النقطة. تفضل أستاذ. أنا بس بقول لسيادة اللواء إنه في المغرب حصل مصارحة إن كل من ارتكب جريمة في حق الشعب المغربي اعترف عشان الناس تفصح عنه. أنا بقول إن مفيش حد اشتغل في هذا الجهاز إلا ما إيديه ملوثة ببعض التجاوزات، محدش أبدا يقدر يقول. ولكن اللواء فؤاد علام يقول بأن التجاوزات حدثت بعد عام 2000. اللواء فؤاد علام راجل محترم وأنا بحترمه وبحب يقول زي ما هو عاوز، لكن التجارب وإذا كنا هنفتح الفايلات نفتح الفايلات، يعني ممكن نفتح بقى الناس اللي تعرضوا للتعذيب في الفترات السابقة. مثل من يعني؟ لا، في ناس، في أعداد كبيرة جدا، يعني لو عايزين يعني نتكلم بقى الجماعات الإسلامية تقصد؟ الجماعات الإسلامية والجماعات اليسارية والمعارضين، وكله تعرض للإهانة وللتعذيب وتغمية العينين والترهيب وسماع الناس وهي بتتعذب، كل ده حصل في. بس أنا عايز أقول حاجة مهمة لسيادة اللواء، إن مفيش حد ارتكب أي جريمة من الجرائم وهيفلت منها، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. مما لا شك فيه أن استخدام العنف واستخدام التعذيب كوسيلة للحصول على المعلومات أمر مرفوض تماما. الاعتداء بأي وسيلة من الوسائل على حريات المواطنين أنا بعتبره نوع من أنواع التعذيب مرفوض في كل قوانين العالم بلا استثناء. وما بالك إذا كان هذا طفل ليس له في علاقة بأي نشاط لا سياسي ولا إجرامي ولا غيره، وبالتالي الاعتداء على مثل هذا الطفل يعتبر من كبرى الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها من قاموا بها حسابا عسيرا.
وفي التاريخ المصري الحديث سيد اللواء يشهد بأن الأجهزة الأمنية المصرية أيضا كانت تقوم بممارسات تعسفية بقمع لفتيان وأطفال صغار ربما يعني في المراحل الإعدادية والثانوية. اللي حضرتك بتخلط ما بين عمليات التعذيب اللي بتتم للحصول على معلومات، وهي الجريمة اللي احنا بنسميها جريمة تعذيب طبقا للقانون. جريمة التعذيب هي استخدام وسائل العنف لانتزاع معلومات او اعترافات معينة. انما حضرتك بتخلط بين المظاهرات وما يحدث من محاولات للتصدي لهذه المظاهرات بمعرفة أجهزة الأمن. جميل جدا. كانت هناك ممارسات قمعية ما قصدته. أنا ما كملتش حديثي. أنا أمن في المظاهرات هناك سوء فهم دائما أبدا لدى أجهزة الأمن العربية. هم لا يفرقون بين المظاهرات السلمية وبين أعمال الشغب. المظاهرات السلمية بكل القوانين وبكل الأعراف يجب حمايتها والحفاظ عليها وعدم التعرض لها أو التصدي لها. أما الحالات التي يجب أن يتم التصدي فيها هي في حالة قيام المظاهرة بإتلاف أي منشآت سواء كانت عامة أو خاصة، أو بالاعتداء على الأفراد في احتمال وجود خسائر بالنسبة للأفراد اللي بيعتدى عليه. في هذه الحالة بيحصل نوع من التصدي بالعنف، ولكن حتى هذا التصدي بالعنف مفروض أنه له ضوابط قانونية. فالمفروض أن يقدم النصح أولا للمتظاهرين، وإذا لم ينتصحوا بذلك اللي هم بيقوموا بأعمال الإتلاف يمكن أن تستخدم قنابل الغاز أو وسائل الدخاخات المياه، وفي النهاية إطلاق الرصاص الحي على الأرجل حتى لا تكون هناك إصابات قاتلة. هذه هي الضوابط التي ينظمها القانون في حالة مواجهة مظاهرات تستخدم العنف وتقوم بعمليات إتلاف وتهدد الأرواح. أما المظاهرات عفوا فقط يعني دكتور سيادة اللواء، وكأنك تقرأ من كتاب للإرشادات يعني غير مخصص بالمرة ربما للعالم العربي. احنا مش عايشين في مصر يعني. ما أنا للأسف بقول لك إن في سوء خلط وسوء فهم. نعم. عدم إمكانية التفريق ما بين المظاهرات السلمية التي يجب حمايتها وما بين عمليات الشغب اللي بيحدث فيه عمليات اتلاف او اعتداء على الارواح. طيب. او اتلاف منشآت عامة او خاصة. كل الزعماء اللي اطلقوا النار على شعوبهم دول انتهوا. فادي اطلق مبادره مهمه جدا، ان احنا مش موقعين، الدول العربيه مش موقعه على قانون المحكمه الجنائيه الدوليه. الكلام اللي قاله سياده اللواء بقى ده كلام صعب قوي، لانه كل المظاهرات التي تمت سياده اللواء تحولت من قبل امن الدوله الى انها شغب منذ زمن بعيد جدا. فاحنا بنتكلم على يعني سياق ما حدش يقدر ينكره، صعب انكاره، صعب. وان التعليمات اللي حضرتك اتكلمت عليها انه انذار ومش عارف ده كلام راقي جدا ما كانش بيحصل. احنا عندنا قضيه قدام لجنه حقوق الانسان في المنظمه الافريقيه على بتوع امن الدوله اللي انتهكوا حرمات البنات قدام، وهذا تكرر كثيرا. انا بتكلم بقى على حادثه خالد سعيد. حادثه خالد سعيد ما زالوا لغايه النهارده الطبيب الشرعي اللي جابوه جديد بيقول برضه ان الولد بلع فهذا لا يستقيم. هذه نعم اللفافة. طبعا هذا لا يستقيم ومش هتقبله الناس، وهنفضل يعني نطالب بدم خالد سعيد إلى أن يأخذ القصاص حقه بموضوعية وبعدالة. لأن اللي بيحصل ده تبرئة ناس أجرموا. هذا الجهاز مجرم، هذا الجهاز أجرم في حق المصريين وفي حق مصر. ألا يخشى العديد من ضباط جهاز أمن الدولة السابق الملاحقة القانونية؟ إذا كان أي حد فيهم تجاوز أو ارتكب أي عمل غير قانوني فبالتأكيد سيلاحق قانونيا. إنما من الخشية من عدمها، كل واحد يعرف هو عمل إيه ومسؤول عن إيه وتجاوز في إيه، وبالتأكيد أن الملاحقة القانونية ستكون ضد المتجاوزين.
إنما إذا لم يكن هناك أي مخالفة قانونية فلا يخشى أحد من مواجهة القانون في هذه الحالة. طيب يعني حسب خبرتك في العمل في هذا الجهاز سيادة اللواء، يعني كم نسبة هؤلاء الذين لم يتجاوزوا في عملهم؟ الغالبية العظمى منهم لم يتجاوزوا في عملهم. وعشان حضرتك تبقى عارف، هو سبق تقديم بلاغات ضد ضباط أمن الدولة اللي تجاوزهم، وتمت محاكمات لعديد منهم. إحدى القضايا كان فيها متهم 44 ضابط، كان أغلبهم من ضباط مباحث أمن الدولة. فإذا كان هناك تجاوزات أخرى مرصودة فيمكن التقدم ببلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالا. دكتور طبعاً. أستاذ جورج، تقول أنك تقدمت؟ لا أنا بنجمع دلوقتي كل الوثائق التي حصلت فيها انتهاكات، وأنا بختلف مع سيادة اللواء إنه مش الغالبية اللي ما ارتكبوش، هم الغالبية اللي ارتكبوا. ولذلك سوف زي ما بيقول هو سيادة اللواء إن إحنا سنتقدم بكل هذه الوثائق حتى إن هذه الجريمة لا تسقط. الحاجة الثانية، إحنا قدامنا زي ما أنا قلت قضية لغاية دلوقتي قدام لجنة حقوق الإنسان في الاتحاد الأفريقي، وبنتابعها على طول سنويا، ولن نترك أحد يفعل